هو ليه جمهور الاهلي بيكره نادي الاسماعيلي وعايزه يهبط درجه تانية؟ 90% واكتر من جمهور النادي الاهلي ما بيحبوش نادي الاسماعيلي، وتعالى اقول لك ليه واثبت لك بالدليل. اول حاجه كان في اعتداءات من جماهير الاسماعيلي على اتوبيس اللعيبه بتاع النادي الاهلي، ده غير الاعتداءات اللي كانت بتحصل من جماهير الاسماعيلي على جماهير النادي الاهلي. تاني حاجه في عدد من لعيبه الاسماعيلي كانوا بيعملوا اشارات تقليل لجمهور النادي الاهلي بعد ما يخسروا من الاهلي. تالت حاجه الصوره اللي انت شايفها دي كانت نازله على صفحه نادي الاسماعيلي الرسميه، بيقولوا للنادي الاهلي معلش عطلناكم شويه وعاملين اشاره للاهلي في موسم 2019، وده الاسماعيلي كان تعادل مع الاهلي، والتعادل طبعا بالنسبه لهم مكسب عشان اخر فوز ليهم على النادي الاهلي كان في 2010، يعني من 16 سنه. الكلام ده ممكن يحصل عادي لو دي صفحه خاصه بالجماهير مش صفحه النادي الرسميه. رابع حاجه الصوره اللي انت شايفها دي برضو لما كان واحد صاحب قهوه في الاسماعيليه كان عامل يافطه وبيدعم نادي الوداد المغربي قدام النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، ده غير طبعا الشتيمه اللي بتكون من جماهير الاسماعيلي لجماهير النادي الاهلي. يا راجل ده حتى كانوا بيقولوا على الزمالك ولاد عم. في 2024 رفعوا لافته قدامهم مكتوب عليها الفارس الكذاب اشاره وتحفيل على نادي الزمالك. كل دي حاجات بتخليني كمشجع اهلاوي اكون كاره للنادي الاسماعيلي واتمنى انه يهبط وما يطلعش تاني.